السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة بعنوان سلمها لله وربنا هيكفيك. في زحمة الحياة بتكتر الهموم وبتتزاحم الأفكار في عقولنا. هو المستقبل هيكون عامل إزاي؟ طب الرزق هيجي منين؟ طب إحنا لو فشلنا هنعمل إيه؟ وفي عز لحظات القلق دي بيغيب عننا حاجة مهمة جدا، ان في باب لو انت خبطت عليه قلبك هيرتاح، وهو باب التوكل على الله. كلنا بنعيش اللحظات دي يا جماعه، زي طالب مستني نتيجته، ولا اب بيبحث عن رزقه ورزق عياله، او ام خايفه على اولادها والعقل ما بيبطلش تفكير. لكن الحقيقه ان التفكير وحده ما بيغيرش القدر. يا جماعه كل واحد فينا عنده هم شايله، فيه اللي مهموم برزقه، وفيه اللي قلقان من بكره، واللي مظلوم ومش عارف ياخد حقه ازاي. وساعات نقول الدنيا قافله، مفيش امل. لكن الحقيقه ان الامل مش في ايد البشر، الامل في ايد رب البشر. وتعالوا نعيش مع بعض كده قصص ناس سلموا امرهم لله وربنا كفاهم، ونشوف ايه العبره اللي ممكن تغير حياتنا. وكمان نشوف موضوع التوكل على الله ده ازاي اتعرض في القران وفي السنه النبويه وفي الاثر. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وخلي بالك، الآية دي وعد من ربنا صريح، إن اللي يفوض أمره لربنا ربنا دايما يكفيه، ودايما يسدد خطاه، ويرفع عنه ما لا يطيق. وكلمة حسبه دي معناها ربنا يكفيه وينصره ويعينه، يعني ما يحتاجش لغيره. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانا. يعني الطير اللي بيخرج من عشه جعان ده يسعى يطير هنا وهناك، وبالليل يرجع شبعان. الطير مش بيجلس في العش بتاعه يستنى الرزق، لا، ده بيسعى وهو مطمن ان ربنا هيرزقه. واحنا كمان المفروض نسعى ونترك النتائج على ربنا. وده معناه ان التوكل مش معناه الكسل، التوكل معناه السعي مع يقينك بالله. اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ما تقعدش في مكانك وتقول انا متوكل، اسعى وربنا يبارك لك في سعيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. وده معناه ان التوكل لا يعني ترك العمل، يعني انا ما اسيبش شغلي، لا، ده معناه ان انا اعمل واجتهد واستعين بالله وما احزنش على النتيجه اللي انا عايزها، لان ربنا دايما بيختار لك الافضل. طب ايه الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل معناه ان انا ابذل السبب واجتهد واشتغل واسيب النتائج على ربنا وانا مطمن، عشان ربنا دايما بيختار الخير. زي الطالب اللي بيذاكر ويتعب ويقول ربنا يوفقنا. الطالب ده هنا جمع بين العمل والدعاء، هو ده التوكل. انما التواكل معناها ان انا اسيب شغلي بحجه ان انا معتمد على ربنا، زي اللي بيقعد كده من غير دراسه ويقول لك ايه، الله سيرزقني النجاح. وده زي التاجر اللي لا بيسعى ولا يشتغل ولا يبحث عن رزق ويقول الله يكتب لي. طب وهو لم يبذل اصلا اي جهد، فهذا ليس توكلا، بل هو تواكل وتكاسل. سيدنا عمر بن الخطاب قال لرجل ترك العمل وقال انا متوكل: المتوكل هو الذي يلقي حبة في الارض ثم يتوكل على الله.
أما من جلس وقال رزقي على الله فهو متواكل. والخلاصة في سطر واحد هقول له حضرتك عليها، إن التوكل يساوي الأخذ بالأسباب زائد الاعتماد على ربنا. أما التواكل معناه إنك تعتمد على ربنا وتترك الأسباب، وهي الجد والعمل والاجتهاد. طب تعالوا قصة واقعية، قصة أم موسى عليه السلام. ربنا ألهمها إن هي تحط ابنها في صندوق وتلقيه في اليم، موقف مستحيل إن يطمن له قلب أي أم، لكن التوكل على الله جعل البحر أمانا، وجعل العدو حضن دافي يربيه ويحتضنه لحد ما ربنا رجع له أمه في قوله إنا رادوه إليك. طب تعالوا نشوف قصة من الواقع المعاصر اللي احنا عايشين فيه. أحد الشباب كان بيسعى العمل منذ سنوات، وكل ما يفشل في مقابلة أو وظيفة كان يقول اللهم اختر لي ولا تخير. بعد أشهر جاله عرض وظيفي ما كانش متوقعه في مجال هو حبه جدا، أحسن من اللي كان هو بيطمح ليه. وهنا بيظهر إن تأخير الله مش حرمان، إنما هو شايلك لحاجة أفضل وأحسن. وطبعا قصة السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عليه السلام. تخيل لما أم وحيدة في صحراء معاها طفل رضيع، لا أكل ولا شرب، تفتكر عملت إيه؟ هل هي قاعدة مستنية رزق ينزل من السماء؟ رغم إن ربنا كان آمر لسيدنا إبراهيم إن هي تعمل كده، وعارفة إن ربنا مش هيضيعه، لكنها قامت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات تدور على أي مية، وفي الآخر رزقها ربنا بأعظم رزق، زمزم، مية مش بتنضب لحد النهارده. والعبرة من القصة دي يا جماعة إن الرزق محتاج سعي مش كسل. واللي عايز أقوله لحضرتك، اسعى زي ستنا هاجر حتى لو الطريق صعب، وربنا هيبعت لك خير من حيث لا تتوقع. ببساطة أنا حابب أقول لحضرتك ابدأ بالسعي، وما تقعدش مكانك وتقول أنا أتوكل. لا، خد بالأسباب واجتهد. كمان عايزك تكرر دعاء التوكل حسبي الله ونعم الوكيل، خصوصا لما تكون قلقان أو خايف من حاجة. ودايما تكون مستحضر نية التفويض، يعني قول في قلبك دايما يا رب أنت عالم بمصالحي مني. ودايما تتذكر نعم ربنا الكتيرة اللي عندك، كل مرة نجاك فيها دليل على إنه مش هيسيبك. وأخيرا أحب أقول لحضرتك إحنا طول حياتنا بندور على اللي يطمن قلوبنا. مرة نفتكر الفلوس هتريحنا، مرة نفتكر الناس هيسندونا، بس الحقيقة إن كل ده ممكن يضيع في لحظة. إنما ربنا عمره ما بيضيع إنسان لجأ له وقصده واتجه إليه. عشان كده أنا جاي أقول لك سلمها لله. طب يعني إيه سلمها لله؟ يعني قول يا رب أنا ضعيف وأنت القوي، أنا محتاج وأنت الغني، أنا تايه وأنت الهادي. وساعتها صدقني هتشوف العجب. وافتكروا دايما اللي سلمها لله عمره ما ندم. قول معايا كده من قلبك سلمها لله وربنا يكفيك. وأخيرا أدعو الله: اللهم إنا نفوض أمورنا كلها إليك، ظاهرها وباطنها، صغيرها وكبيرها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا يا رب بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا راحة البال وسكينة القلب وحسن الظن بك دائما وأبدا.
اللهم يا من إذا قلت للشيء كن فيكون، نسلم لك أمرنا كله، سره وعلنه، دقيقه وجليله. اللهم اكفنا ما أهمنا، واصرف عنا ما أحزننا، وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بك، وارزقنا حسن التوكل عليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لحسن استماعكم، وجزاكم الله كل خير. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.